في خلال الفيديو النهارده هنتكلم على التحديثات الخاصة في فيلم افنجرز دومزداي. بلاش ان احنا نطول وتعال نبدأ الفيديو يعتبر بالكامل هنتكلم فيه عن التصريحات بتاعة الكاتب كريس كليرمونت. للي مش عارف ده يعتبر كاتب كوميكس شغال مع شركة مارفل، سرب شوية معلومات او قال تصريحات كتير جدا على ايه اللي شركة مارفل هتعمله في خلال الافلام الجاية واللي هم من دومزداي والسيكريت وورز. الكلام ده هو قاله من ساعة فيلم ساندر بولتس ما نزل في السينمات. انا عارف انه في ناس هتيجي تقول لي بس انت متأخر تتكلم عن الموضوع ده، بس ما علينا، انا خدت وقتي عشان احاول احلل الكلام اللي هو عمال بيقوله. طيب دلوقتي على حسب اللي هو قاله، هو سمع ان شركة مارفل هتعمل كالآتي. اول حاجة بالنسبة للممثل روبرت داوني جونيور، هو هيرجع باكتر من شخصية وهيلعب اكتر من دور. الدور الاول والاساسي اللي هيرجع عشانه هيبقى دور شخصية فيكتور فان دوم اللي هو الدكتور دوم، والدور التاني هيبقى نسخة طيبة من ايرون مان، والدور التالت هيبقى نسخة سيئة من ايرون مان. وقال انه في شخصيتين تانيين هيلعبهم ولكن ما قالش هما مين. تعالى كده بقى نحلل الكلام ده واحدة واحدة عشان مفيش حد يتوه مني. اول حاجة هنعقب عليها هي نقطة النسخة الطيبة من ايرون مان. اعتقد بالنسبة لي ممكن يبقى المقصود منها هو رجوع توني ستارك تاني ولكن من كون موازي، وغالبا هيبقى مخلف بنته من بيبر بوتس، ولكن ده هيبقى نوعا ما عكس اللي احنا شفناه في خلال عالم الام سي يو. هتبقى الشخصية دي هي اللي تم التلميح عليها قبل كده. انا عارف انه مفيش حد فاهم حاجة ولكن تعالى افهمك. في خلال فيلم افنجرز انفينيتي وور احنا سمعنا توني ستارك قال لبيبر بوتس ان هو حلم امبارح، وكان الحلم ده على انهم الاتنين مخلفين عيل او عيلة صغيرة، وزي ما ذكر الحلم ده كان بالنسبة له حقيقي. وبعد كده في خلال فيلم دكتور سترينج 2 لما الفيلم نزل عرفنا من سينستر سترينج وكذلك من امريكا تشافيز ان هي الاحلام اللي الشخصيات بتحلمها تعتبر دي هي وقائع الشخصيات من اكوان موازية. يعني لو دكتور سترينج حلم بنفسه ان هو كان بيموت فده يعتبر هو حقيقي وحصل لشخصية من الشخصيات بتاعته ولكن في خلال كون موازي. وعشان كده هو استغرب ان هو كان عارف امريكا تشافيز او بيلمح عليها على انه شافها قبل كده، وهي بعد كده بتفهمه ان هو بالفعل كان في شخصية اسمها ديفندر سترينج، والشخصية دي هو اللي حلم بيها. وسينستر سترينج قال له ان هو ظهر له قبل كده في الاحلام بتاعته في الكوابيس، المكان بيخليه يحس ان هو بيقع من مكان عالي. فالمختصر ان هي الاحلام في عالم مارفل تعتبر هي فعلا رؤية ولكن لنفس الشخصية في واقع تاني موازي. فماذا لو على حسب كلام الكاتب الشخصية بتاعت ايرون مان الطيبة اللي احنا هنشوفها في خلال دومز داي او احداث السيكريت وورز هتبقى الشخصية بتاعت ايرون مان اللي تم التلميح عليها من توني ستارك في خلال فيلم انفينيتي وور. وبالنسبة للنسخة السيئة من ايرون مان زي ما هو ما قال، فاعتقد ان دي ممكن تكون شخصية سوبيريور ايرون مان. اعتقد بالنسبة لي بشكل كبير جدا وده توقع شخصي ان هو هيبقى جاي من كون 838 وهيبقى جاي بهدف ان هو يموت فريق الافنجرز اللي هم بتوع كون 616، وده طبعا انتقاما لفريق الالومناتي اللي ماتوا على ايد دكتور سترينج وواندا. هو مش هيبقى عارف ايه التفاصيل بتاعه الموضوع اللي حصلت ولكن هو هيجي ينتقم من الكون بالكامل، وده شيء بديهي اتكلمنا عليه من بعد نزول فيلم دكتور سترينج 2 اصلا. وبالنسبه للنقط اللي ممكن تدعم التوقع ده ان احنا كان عندنا الكرسي كان فاضي في خلال كون 838، والكرسي ده كان يعتبر المفروض يا اما بيخص شخصيه دكتور دوم او شخصيه سوبيريور ايرون مان او شخصيه تقيله، ولكن الشخصيه دي ما كانتش حاضره لما دكتور سترينج كان هناك. بالنسبه للدليل الثاني ان هو هناك كان في الالترون يعتبر توني ستارك كان بيحاول ان هو يصنعهم في كون 616 ولكن فشل. فليه لا ان احنا نقول ان توني ستارك في خلال كون 838 هو عملهم ونجح بالفعل، بس هنا هو بقى سوبيريور ايرون مان. اما بالنسبه للشخصيتين التانيين اللي هيلعبهم برضو روبرت داوني جونيور، فاعتقد ممكن يبقى فيه نسخه فاريانت من ايرون مان اتحولت الشخصيه دي لشخصيه دكتور دوم. ممكن يكون سبب التحول حاجه زي الكوميكس بتاعت وات اف لما احنا شفنا توني ستارك بدل جسمه مع دكتور دوم، او هيبقى فيه اي قصه تانية شركه مارفل ممكن تخترعها. بس الفكره من الشخصيه دي اللي بتكلم عليها ان الشخصيه دي هنشوفها قدامنا ان هو ايرون مان دكتور دوم، فهيبقى عنده البدله بتاعت توني ستارك وهيبقى عنده السحر بتاع دكتور دوم، فممكن يبقى مشابه للبوستر بتاع الاخوين الروسو اللي هم كانوا باعتينه قبل كده للفانز، وده لما اتكلمت عليه على الانستجرام وكذلك برضو على اليوتيوب. فدي ممكن تبقى نسخه من ضمن النسخ اللي هتبقى موجوده برضو. اما بالنسبه للشخصيه الاخيره فاعتقد ان هو ممكن يبقى توني ستارك اي، وده اللي لو تفتكروا ساعه التسريبات القديمه كان المفروض هيبقى موجود في خلال فيلم الارمور وورز، وده وقت ما هم كانوا عايزين يرجعوا روبرت داوني جونيور على انه ايرون مان ولكن اي، فهنا ممكن يلعب الدور عادي. ولو لا فممكن يلعب بقى اي نسخ فاريانت تانية مختلفه سواء من ايرون مان او دكتور دوم زي التيمت ايرون مان او انفيموس ايرون مان او ايرون جوبلin، او ممكن يلعب نسخه كانت موجوده في الكوميكس اللي هي كانت بتاعه توني ستارك اللي اتحول لانت مان، وده بالفعل حصل في خلال كوميكس افنجرز فوريفر. ممكن تقول برضه ممكن نشوف نسخه فاريانت الايرون مان هيبقى جاي من كون كان هو خلاله الساحر الاعلى. التوقع ده بالنسبه لي منطقي نوعا ما لان بالفعل هما كانوا يعملوا كده في خلال افنجرز انفينيتي وور، وده لما خلوا توني ستارك يبدل مع دكتور سترينج. ونيجي للشخصيه الثانيه اللي هو اتكلم عليها واللي هي شخصيه كابتن امريكا. حسب كلام الكاتب فكريس ايفنز هو راجع تاني لمارفل، ودي معلومه بالنسبه للناس اللي مش عارفه هي تعتبر اتاكدت
بشكل رسمي قبل كده اصلا من ساعه ما تم الاعلان عن حاجه اسمها دومز داي. بس المهم على حسب كلام الكاتب فكريس ايفنز هيلعب اكتر من شخصيه. من ضمن الشخصيات دي اول حاجه نسخه شابه من كابتن امريكا ونسخه فيلن من كابتن امريكا، وده مليون في الميه هيبقى هو كابتن هايدرا لان مفيش غيره. وقال انه في كام شخصيه تانية ولكن ما وضحش هي ايه الشخصيات التانية اللي هيلعبها، بس ممكن نتوقع من كلامه شخصيه كابتن امريكا العجوز، وممكن شخصيه نوماد اللي هو اساسا رجع بالزمن في خلال احداث اند جيم، وممكن الشخصيه الثالثه والاخيره بالنسبه لي من ناحيه التوقعات هتبقى شخصيه هيومن تورش، وده بتاع فانتاستيك فور 2007. والناس اللي تيجي تقول ان هو مات في خلال ديدبول اند وولفرين فارجع واقولها للمره المليون يا جدعان، شركه مارفل للمره المليون ما اكدتش ان هو كريس ايفنز الدور بتاع هيومن تورش اللي لعبه في خلال ديدبول اند وولفرين هو نفس هيومن تورش بتاع فانتاستيك فور 2005 او 2007. وطالما مارفل ما اكدتش المعلومه دي اذا كانوا هما نفس الشخصيه ولا شخصيه فاريانت، فاحنا هنا بنقول توقعات عادي، فما فيش اي مشكله. ولو تفتكروا اساسا كان في تسريبات على فيلم الفانتاستيك فور فيرست ستيبس على ان كريس ايفنز هيظهر بدور هيومن تورش تحديدا بتاع الفانتاستيك فور 2005 وهيظهر معاهم برضه. فالناس اللي هتيجي تقول صح ولا غلط الكلام ده مش انت اللي تقوله، الشركه هي اللي تقوله. بعد كده هو اتكلم عن الممثله اليزابيث اولسون وشخصيه سكارلت ويتش، وهو قال ان هي الممثله قالت ان هي مش راجعه من سنه تقريبا، ولكن الحقيقه ان هي راجعه وهترجع بشخصيه طيبه من سكارلت ويتش، وده ممكن يبقى المقصود بيه الكلام اللي احنا قلناه من سنه وقلناه برضه قبل كده لما هي كانت مرتبطه في فيلم افنجرز ذا كانج داينستي، لما اتذكر ان هي كانت هترجع ودوم هياخدها في الصف بتاعه بحيث ان هي تصحح الاخطاء بتاعتها او تكفر عن ذنوبها زي ما كان بيتقال بالنص. ساعه فيلم كانج داينستي لما كان هيتعمل كان برضه نفس الشيء هيحصل، ان هي كانت هتحاول ترجع عشان تصحح الاخطاء اللي هي عملتها وتبقى شخصيه طيبه. فالفكره انه طالما دلوقتي غيروا الاتجاه من كانج لشخصيه دكتور دوم فبالتالي نفس السيناريو ده كده نتوقع انه هيحصل مع شخصيه دكتور دوم. ولكن خلي بالك انه ده مش معناه ان سكارلت ويتش هتبقى مرات دكتور دوم، احنا مش متاكدين من النقطه دي لحد دلوقتي. وبالنسبه لي على حسب رايي الشخصي ما اعتقدش انه هيبقى فيه بينهم حاجه غير ان هو هيلعب عليها عشان ياخد قوتها او يخليها هي اللي تستخدم قوتها ضد الابطال، فبالتالي هي تكون في صفه. وبالنسبه لمراته فاعتقد ان دكتور دوم ممكن يخلي سو ستورم هي اللي تكون مراته مش شخصيه سكارلت ويتش، وده حتى كمان كان واضح في خلال الكونسبت ارت الرسمي لو تفتكر، وده برضه حصل في خلال كوميكس سيكريت وورز 2015 برضه. وذكر كمان الكاتب ان هي شخصيه سايلوك هترجع ولكن مش هتبقى النسخه اليابانيه، وبالتالي ممكن نتوقع من كلامه كده ان هي لو هترجع فممكن ترجع على انها النسخه البريطانيه واللي كانت من ضمن فريق كابتن بريتن اللي باسم كابتن بريتن كوربس. طب ليه ذكرنا كابتن بريتن؟ هاجي اقولك لان لو تفتكر التسريبات اللي اتكلمنا عليها السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبليها برضه كانت بتتكلم على ان هنري كافيل عايز يلعب دور اساسي في عالم مارفل والدور ده يكون كابتن بريتن. فلو فعلا شركه مارفل هتخليه كابتن بريتن الاساسي بعد كده في عالم الام سي يو فبالتالي منطقي انه يظهر من اول فيلم دومز داي. وقال بعد كده ان هي الممثله فامكي جانسن ترجع تلعب تاني شخصيه جين جراي ولكن المره دي هيبقى معاها القوه بتاعه الفينيكس، لكن ده هيخليك ان انت مش مستوعب ايه بالظبط اللي هيحصل. وان هنا قصدي على فيلم دومز داي لوحده، لان ازاي الافنجرز والفانتاستيك فور هيواجهوا الاكس مين اللي هم معاهم الفينيكس. وقال برضو ان هو هيرجع معاها الفريق بتاع الاكس مين القدام. ضيف على كده ان هو ذكر ان هو الفيلم ده هيبقى فيه من 20 ل 40 شخصيه مشهوره مستواها A+ في الكوميكس هيتقدموا في خلال نفس الافلام دي وبدايتها في خلال فيلم دومز داي. واعتقد كده على حسب كلامه طالما جين جراي هترجع في خلال فيلم دومز داي وفي خلال الاعمال التانية دي فاعتقد كده ان احنا هنشوف مواجهه ما بين سكارلت ويتش وجين جراي واللي كنا بنسمع عليها ان هي هتحصل من زمان. ضيف على كده ان هو ذكر ان وولفرين هيو جاكمان هيموت شخصيه مهمه في خلال احداث دومز داي، وبالنسبه لي اعتقد انه طالما شخصيه فينيكس موجوده في خلال نفس الفيلم وهتبقى دي هي الشخصيه الجامده جدا اللي حرفيا ما فيش حد يقدر ان هو يقف قدامها، فاعتقد انه كده شخصيه وولفرين ممكن يموت شخصيه جين جراي، وده زي ما حصل قبل كده. وده لان زي ما قلت لك من شويه وارجع واكررها تاني ان هي قوتها كبيره جدا ما فيش حد يعرف يقف قدامها. لو في شخصيه بالقوه دي فيا اما هتبقى موجوده في الصف بتاع دكتور دوم او ان هي هتموت، لان غير كده فالقصه بتاعت الفيلم مش هتبقى موجوده اصلا، هتنتهي من بدري.